السلام عليكم، معاكم مس داليا. تعالوا النهارده نكمل حرف الحاء. عندنا حرف الحاء طبعا شبه الجيم. الطفل ممكن يقدر يكتب بالشكل ده، بس طبعا نادر جدا. لكن احنا قلنا زي الجيم مثلا اللي هو نكتب كده شرطة نص دايرة. تمام، طبعا من غير نقط خالص. بتقولي له ان الحاء من غير نقط خالص، وممكن تفرقي له ما بين الجيم والحاء، مفيش مشكلة عادي. تمام. بعد كده ده مثلا قلنا ان هو ممكن يتكتب بالشكل ده اللي هو شرطة وحاء بالشكل ده. طبعا احنا قلنا الفيديو اللي فات ان احنا بنكتب بالشكل ده في الاول، بتخليه يكتب هو بالشكل ده. انت ما تكتبيش يعني اللي مكتوب بالجاف ده، او هتكتبيه انت بالاحمر او بالرصاص او قصدي بالازرق او اي حاجه. ما ينفعش ان انت تكتبي هنا كده، ما ينفعش تكتبي ده كده، لا، انتي تكتبيه بخطك الحلو عادي. تمام. لكن هو كطفل يكتب تحتيكي بالشكل الوحش بتاعه، تمام، مفيش مشكلة. وبكرة لما يتعدل هو هيتعدل لوحده. تمام. هنا دي بتحطي النص دايرة اهو عادي. تمام، اهي نص دايرة مفيش مشكلة، بس بنزود الشرطة اللي قدام دي قوي، اللي هو كأنه يعني مرتبط او مشبوك في الحرف اللي بعده. تمام، اللي قبله قصدي. بعد كده هنا بتحطي شرطة كبيرة وبتعملي كده ادي الحاء اهو، اهي بالشكل ده. تمام. طبعا انت بتكملي الجزء ده كله، طبعا انت بتعملي الصفحة كلها. انا هنا عاملة بس نص صفحة عشان اوريكي بس النظام. تمام في الفيديو. لكن الصح ان انت بتملي له الصفحة كلها طالما الصفحة سطور واسعة. طيب لو حصل وسطوره ضيقة وده نادر، طبعا انت المفروض بتطلبي من الاهل ان هم يكون سطور واسعة. بس لو حصل وطالب غلط وجاب لك صفحه اللي هي السطور العاديه، خلاص مفيش مشكله، بتخلي له يكتب على سطر ويسيب سطرين مثلا وهكذا، او يكتب على سطر ويسيب سطر، ده على حسب يعني هو عايز ايه. بعد كده هنا اكمل. هنا ده شكل الدايره، ان هو بتجيبي له الدايره بتكتبي له كام حرف وهو يكمل الحروف الناقصه. بعد الالف ايه؟ ب، اهي ب. بعد الب ت اللي عليها نقطتين. بعد كده الس اهي مكتوبة. بعد الس جيم. بعد كده ح. تمام. طبعا هو هيكتب بخطه بس مفيش مشكلة. تمام. بعد كده هنا وصل. وصل هنا الحمار اهو. عايزين الحاء اللي هي تتشابك من ناحيتين اهي. تمام، تقولي له ان الحروف دي من الحروف اللي بتتشابك من الناحيتين، مش ناحية واحدة بس، مش زي الالف كده. بعد كده حصان، عايزين الحاء اللي في الاول اهي. تمام. حوت برضو اللي في الاول اهي. مصباح، عايزه الحاء اللي في الاخر اهي. دي جناح. تمام، اهي عايزه برضو اللي في الاخر اللي مش بتتشابك. طبعا بندي شكل واحد او شكلين على حسب استيعاب الطفل، وكل حصه بنزود عدد الاشكال. تمام. ما تديش الحركات مع الاشكال لان كده جهد كبير عليك وعليه، هو مش هيفهم حاجه كده. تمام. طيب بعد كده ضع دايرة حول حرف الحاء. عندنا زحف. طبعا تعرفيه ان هو الحاء بجميع اشكالها على حسب يعني الاشكال اللي هو خدها. تمام، وخد شكلين تلاتة اربعة، تقولي له ان يطلع لي جميع الاشكال. هنا شجرة فيها حاء، لا بس ده اسمه جيم، يبقى ما تحطش عليه دايرة. حذاء تمام الحاء اللي في الاول. تمساح تمام اهي. حجارة، احط اللي على الاول ولا على التاني؟ على اللي تحتيه نقطة ولا اللي ما تحتهوش؟ يبقى لا، يبقى اخد اللي ما فيهوش نقط. بعد كده الحوت. تمام، اخد الحاء اللي في النص. تمام. وطبعا زي ما قلنا ان احنا بندي شكل او شكلين بالعافية، وخطه بيبقى وحش في الاول بس بعد كده بيتحسن. يعني حاول كل يوم كده وانت بتديله شكل جديد تعرفيه انه يكتبه بشكل احلى يستحسن يعني. تمام. وبتديله نوع واحد من الاسئله، بلاش يعني ان انت تديله الانواع كلها، لان الطفل كده يعني هيتلخبط في الانواع الكتيره. وولية الامر ممكن لو الطفل ما بيحبش الواجب الكتير ما تدوش واجب كتير، اديله واجب قليل. تمام. لكن لو بيحب الكتير اديله الكتير، مفيش مشكله. عشان في اولياء امور بتتضايق من الحته دي، تقول لك بتديله واجب كتير وانا ابني اصلا ما بيحبش يكتب، فعلى حسب ما هو بيكتب تديله. تمام.
وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.